حبايب قلبي طلبة جريد 4 أولياء الأمور الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معادنا مع سيشن نمبر 5 في الماث. قبل ما نبدأ شرح السيشن بتاعتنا، عايز كل اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الإشعارات عشان توصل لكم الفيديوهات أول بأول. درسنا النهاردة بعنوان Properties of Addition. احنا أخدنا إزاي في جريد 3 بنعمل البلس. الأديشن معناها البلس. طيب كل حاجة في الدنيا ليها خواص، يعني ازاي نعرف نستخدم البروبرتيز بتاعت الاديشن دي عشان نسهل على بعض ونسهل على نفسنا حل المسائل. اول بروبرتي هي الكوميوتاتيف بروبرتي اوف اديشن. يعني ايه كوميوتاتيف بروبرتي اوف اديشن؟ هو ده اللي احنا هنشوفه مع بعض، وهو ده اللي هنبدأ نفهمه سوا. حبايبي بيقول لي example: ماجد saw 3 birds on Monday and 4 birds on Tuesday. How many birds did he see in all? طبعا احنا كلنا عارفين اول ما بنلاقي كلمة in all دي معناها ان انا هعمل بلس. يعني المفروض حل المسألة دي عبارة عن 3 birds هو حضرته ماجد شافهم on Monday and يبقى بلس 4 birds هو شافهم in او on Tuesday. طيب ايه بقى القصة بتاعت الكوميوتاتيف بروبرتي؟ هل يا حبايبي وانا بعمل البلس 3 بلس 4 طبعا كلنا عارفين ان هي ايكوال 7. طب هو حضرتك يا مستر لو انا خليتها 4 بلس 3 برضو الريزلت هتبقى 7. يبقى هي دي الكوميوتاتيف بروبرتي. انا بدأت بال3 الاول او ال4 الاول بدل اللي في النص علامة بلس، يبقى مفيش حاجة هتتغير في الريزلت. طيب يا مستر ايه النمبر لاين ده؟ النمبر لاين ده عشان ابدأ اشرح لك الكوميوتاتيف بروبرتي على النمبر لاين. لو عندي نمبر لاين بالشكل ده 0 1 2 3 4 5 6 7. يا مستر حضرتك الاول هنبدأ نعمل 3 بلس 4 وعايز اشوف الريزلت هيطلع ازاي على النمبر لاين. طيب يا مستر احنا الاول شايفين ال3 دي مكانها فين على النمبر لاين؟ اهي. طب وهبدا اتحرك 4 تايمز تو ذا رايت عشان اشوف ان الريزلت. ادي اول مره وبعد كده كمان مره، ثيرد تايم، الفورث تايم، كده وصلت لحد نمبر 7. يبقى الاجابه بتاعتي ب7. طب يا مستر لو انا هبدا بال4 يعني 4 بلس 3، خلاص النمبر لاين 0 1 2 3 4 5 6 7. هبدأ عند نمبر 4. طيب وهبدأ اتحرك تو ذا رايت كام يونت او كام تايمز؟ 3 تايمز. يعني هتحرك هنا 1 2 3 تايمز. برضو رحت عند نمبر 7، يبقى 4 بلس 3 equal 7. يبقى لما بلاقي النمبرز بتتغير مكانها او بتتبدل مكانها يبقى دي اسمها commutative property. ولازم حضرتك تحفظ كلمة commutative دي. طبعا السبيلنج حضرتك ممكن تكتبها بأي شكل، مش هنحاسب على السبيلنج، بس في النهاية كلمة commutative تكون عارفها عشان هتطلب منك في الاكزامبلز ان انت تكتب البروبرتي اسمها ايه. طيب نبدأ نشوف مع بعض السكند بروبرتي اسمها identity property of addition. طيب يا مستر قبل ما نعرف يعني ايه identity property عايز اقول لكم مسميات تانية للبروبرتي دي. identity property او identity element او الاديتيف identity. طب ايه يا مستر بقى الايدنتيتي element والاديتيف identity element؟ الاديتيف ايدنتيتي element او الايدنتيتي بروبرتي هو النمبر اللي ما بيغيرش الريزلت في البلس. ايه النمبر اللي انا لو عملت له بلس لاي نمبر تاني مش هيغير الريزلت؟ هو الزيرو يا حبايبي. يعني الايدنتيتي بروبرتي ان 0 بلس 7 equal 7، و0 بلس 8 equal 8، و0 بلس 325 equal 325. يعني يا مستر الايدنتيتي element هو ايه؟ هو الزيرو، والاديتيف ايدنتيتي هو الزيرو. يعني انا اي مسمى الاقيه قدامي
من المسميات دي، لو identity property او additive identity او identity element على طول بيجي في دماغي الزيرو. الثيرد property هي الاسوسييتيف property of addition. عشان نفهم يعني ايه associative property of addition هنشوف مع بعض الاكزامبل الصغير ده. ماجد collected 7 brown shells, 4 white shells and 6 gray shells. How many shells did he collect in all? معنى كلمة in all كلنا عارفينها لما بنشوفها في أي مسألة بنحط علامة بلس. يعني المسألة عندي عبارة عن 7 بلس 4 بلس 6. طيب عندي حد هيحل بالطريقة دي. حد هيقول لي المستر أنا هحل الأول 7 بلس 4 وبعد كده اخد الريزلت اعمل له بلس 6. طب 7 بلس 4 equal 11. 11 بلس 6 equal 17. حد تاني هيقول لي لا يا مستر انا هسيب ال 7 لوحدها وبعد كده اعمل 4 بلس 6 الاول، و4 بلس 6 equal 10 بلس 7 equal برضو 17. الاجابه هنا 17 والاجابه هنا 17. طيب الاسوسييتيف بروبرتي هي معناها ايه بقى؟ معناها البيرنتسيزس اللي انا حطيتها دي، البراكتس او البيرنتسيزس دي هي اللي بتحدد معايا هبدا بايه. يعني انا لو شفت بيرنتسيزس او براكت هم دول اللي انا عاملهم، دول الاقواس يعني بالعربي. البيرنتسيزس او البراكت هي اللي بتحدد لي انا هبدا بايه الاول، وهي دي الاسوسييتيف بروبرتي. يعني لما يكون عندي 3 نمبر بعمل لهم بلس، لو غيرت ال2 نمبر اللي انا هحلهم الاول مش هيأثر في الريزلت حاجه. هنا 17 وهنا 17. طيب نبدا نشوف مع بعض. بيقول لي solve the problem then name the property or properties by each problem. حضرتك استخدمت ايه وانت بتحل البروبلم؟ استخدمت الكوميوتيتيف ولا الاسوسييتيف ولا الاديتيف ايدنتيتي؟ زي ما قلت لكم بسميها اديتيف ايدنتيتي او بسميها ايدنتيتي اليمنت او بسميها ايدنتيتي بروبرتي. طيب هنا يا مستر انا عشان هحل الاول البيرنتسيزس لازم احل اللي جوه البراكت ده الاول. 8 بلس 2 equal 10. 10 بلس 6 equal 16. حضرتك هنا استخدمت ايه؟ بدل اول ما شفت هنا بيرنتسيزس او براكتس يبقى على طول اكتب له اسوسييتيف. عشان كده انا قلت لك لازم نعرف اسم البروبرتي ونحفظها. طيب هنا الريزلت عندي 7635 بلس 0. الريزلت عندي برضو 7635. اتغير؟ لا ما اتغيرش. ليه؟ لان دي الاديتيف ايدنتيتي. طيب حضرتك يا مستر هنا في بيرنتسيزس يعني هحل اللي جوه الاول يبقى 39 هتفضل زي ما هي بلس 20 بلس 40 equal 60. وبعدين ابدا احل 1 بلس 1 equal 9. 10 بلس 10 equal 9 يبقى 99. حضرتك كده استخدمت انهو بروبرتي؟ استخدمت الاسوسييتيف. طيب هنا يا مستر حاطط لي 3 نمبر جنب بعض مش حاطط لي بيرنتسيزس خالص. طيب انا الاول يا حبايبي هستخدم الكوميوتيتيف. طب ليه يا مستر هتستخدم الكوميوتيتيف؟ بص يا حبيبي لو لقيت ال3 وديتها جنب ال17 الريزلت عندي هيبقى 20. احنا بنستخدم البروبرتي عشان نسهل على نفسنا البلس. طيب 17 بلس 3 بلس 23 وبعد كده هحط هنا بيرنتسيزس كده عشان احل دول الاول. طيب يبقى ايكوال الاثنين دول بلس يعني 20 بلس 23. طبعا بقت سهله 1 بلس 1 و10 بلس 10 يعني 43. طب انت استخدمت انهو بروبرتي؟ استخدمت اول حاجه الكوميوتيتيف وكمان استخدمت الاسوسييتيف. طيب هنا برضو هستخدم الكوميوتيتيف والاسوسييتيف. طب هنستخدم الكوميوتيتيف والاسوسييتيف عشان نعمل ايه يا مستر؟ شايفين ال 14 دي انا هجيبها جنب ال 136 يبقى هبدا اقول 136 بلس 14 واحطهم between two parentheses او bracket بلس 37 بلس 13 وهحط الاثنين دول برضو between bracket
ليه بقى انا جبت ال 14 جنب ال 136؟ عشان 14 بلس 136 equal 150 بلس 37 بلس 13 equal 50 150 بلس 50 equal 200. شفتوا المسألة اتحلت بكل سهولة ازاي لما استخدمت البروبرتي؟ بدل ما اقول 1 بلس 1 بلس 1 بلس 1 واقعد اقول 6 بلس 7 بلس 3 بلس 4 كنت طبعا ممكن اتلخبط. انما لما استخدمت البروبرتي حطيت كل تو نمبر جنب بعض على طول الوانس بتاعهم وانا بختار يديني زيرو. يعني انا وانا بختار النمبر اللي هحطهم جنب بعض بالكوميوتيتيف بختار تو نمبر يديني في الوانس زيرو. عشان كده خدت الفور جنب السكس وخدت الثري جنب السفن. طيب يبقى احنا استخدمنا انهو بروبرتي؟ استخدمنا الكوميوتيتيف واستخدمنا برضو الاسوسيتيف. يا مستر السؤال بقى المهم، هل الاديشن بروبرتيز ابلاي تو سبتراكشن؟ يعني هل نفس البروبرتي اللي احنا درسناها تنفع في السبتراكشن؟ طيب نحب نبدا نشوف مع بعض هتنفع ولا مش هتنفع. نسال مع بعض كده نفسنا سؤال 5 minus 3 the same as 3 minus 5. طيب نشوف احنا 5 minus 3 هنعملها ازاي على النمبر لاين، و3 minus 5 هنحلها ازاي على النمبر لاين. ادي في الزيرو في النمبر لاين 1 2 3 4 5. طب احنا عشان نحل 5 minus 3 انا هقف عند ال 5 وهبدا اتحرك تو ذا ليفت. ليه بقى تو ذا ليفت؟ عشان دي ماينس، لو كانت بلس كنت بتحرك تو ذا رايت. طيب هتحرك تو ذا ليفت كام تايمز؟ 2 تايمز ولا 3 تايمز؟ 3 تايمز. ادي 1 2 3. لما اتحركت 3 تايمز وصلت عند نمبر 2 يبقى الريزلت بتاعي هو نمبر 2. طيب نيجي هنا عند النمبر لاين ونعمل نفس الطريقه 0 1 2 3 4 5. طيب هنا 3 minus 5 يعني انا هنا المره دي هقف عند ال 3 وهتحرك تو ذا ليفت بس 5 تايمز. طيب ادي اول مره 1 تايمز 2 تايمز 3 تايمز 4 تايمز 5 تايمز. ايه ده يا مستر؟ انا كده رحت النمبرز انا ما اعرفهاش، نمبرز ليس ذان الزيرو. دي نمبرز هنعرفها لما نكبر شويه قدام. يعني ده نمبر مش موجود انا ما اعرفوش، يبقى الريزلت دي مختلفه عن الريزلت دي. معناها ان 5 minus 3 not equal 3 minus 5. يعني الكوميوتيتيف بروبرتي not apply for subtraction. طيب يعني الكوميوتيتيف not apply for subtraction ما تنفعش للماينس. يعني في الماينس ما ينفعش ابدل النمبرز مكان بعض. طيب في حاجه اسمها identity property في الماينس؟ لا طبعا، لان طبعا 5 minus 0 not equal 0 minus 5. يعني subtraction has no identity. مفيش identity property في السبتراكشن. طيب ينفع associative property؟ لا طبعا ما ينفعش برضو associative property. ليه يا مستر ما ينفعش associative property؟ نجرب مع بعض يا حبايبي. عايز اشوف 5 minus 3 وحاطط هنا parentheses minus 2، ونفس المسألة دي هحلها بس هو مغير مكان البيرنتسيز 5 minus 3 minus 2 بس هنا حاطط البيرنتسيز. طيب نبدأ نحل اللي جوه البراكت او جوه البيرنتسيز 5 minus 3 equal 2 2 minus 2 equal 0. طب هنا 5 minus هحل دول الاول 3 minus 2 equal 1 يبقى 5 minus 1 equal 4. هل الزيرو equal ال 4؟ لا طبعا الزيرو مش equal ال 4. يبقى دلوقتي 5 minus 3 minus 2 لو حطيت البيرنتسيز هنا not equal 5 minus 3 minus 2 لو حطيت البيرنتسيز هنا يبقى الاسوسييتيف not apply for subtraction. يعني كل البروبرتي اللي احنا درسناها مع الاديشن ما تنفعش مع السبتراكشن خالص. طيب بيقول لي بقى نشوف اكزامبل مع بعض تشو ذا كوريكت بروبرتي. حضرتك هنا يا مستر اول ما الاقي فيه براكت يبقى على طول من غير ما افكر اختار اسوسييتيف. طيب هنا يا مستر مفيش براكت بس هو بدل اماكن النمبر 9 بلس 21 equal 21 بلس 9 يبقى دي الكوميوتيتيف بروبرتي.
طيب هنا في براكت يبقى على طول اسوسييتيف. شفت انا من غير ما اقرا النمبر. لتر دي اول ما الاقي زيرو يبقى ده على طول الاديتيف ايدنتيتي او الاديتيف ايدنتيتي element او الايدنتيتي element. هختار طبعا additive identity. طيب هنا بصوا بقى حبايبي 26 و10 و34 هم موجودين بس الترتيب بس هو اللي اختلف. يعني ايه؟ يعني هو غير ال 34 مكان ال 10 يبقى دي كوميوتيتيف. طب يا مستر احنا قلنا لو في 3 نمبر يبقى اسوسييتيف. لا 3 نمبر لازم يكون في بيرنتسيزس، لازم يكون في براكت، لازم يكون في اقواس. بدل ما فيش اقواس يبقى ابدا اشوف البروبرتي اللي هو استخدمها، هلاقي نفسي ان هو استخدم الكوميوتيتيف بروبرتي. هنا بيقول لي في نمبر 2 complete to find the sum 15 plus 5 equal 5 plus. طبعا واضح جدا ان هو بيعمل كوميوتيتيف. فاضل ال 15 هكتبها هنا، وطبعا الريزلت عندي هو 20 وانا استخدمت الكوميوتيتيف. هنا 2514 بلس 0 يبقى 2514 واستخدمت حضرتك انهو بروبرتي الاديتيف ايدنتيتي. طيب هنا عايز احل المساله. اول حاجه هنا 92 بلس 321 بلس 8. بيقول لي 92 بلس 8 بلس 321. ايه ده يا مستر؟ هو عمل ايه هنا؟ خلاص هو كل اللي عمله ان هو بدل ال 8 مكان ال 321 يبقى ده كوميوتيتيف. طيب يا مستر بعد ما عمل الكوميوتيتيف بروبرتي انا شايف ان ال 321 بقت لوحدها وحط بريرنتسيزس او براكت، يبقى ناقص اكتب التو نمبر دول 92 و8. طيب وهنا استخدمت ايه؟ الاسوسييتيف. طيب يا مستر عايز بقى احل المساله. 92 بلس 8 ايكوال 100 بلس 321. طبعا كده سهلت عليا الحل لان انا كل اللي هعمله هعمل بلس 1 لل 100 بليس. 3 بلس 1 ايكوال 4 وهحط ال 10 بليس والونس بليس زي ما هم يبقى 421. طيب يا مستر لتر دي 1 بلس 16 بلس 4. كل اللي عمله هنا ان خلى ال 16 وال 4 بتوين تو براكتس او بيرنتسيزز، يبقى هحط هنا ال 4 واقول ان ده اسوسييتيف. احل المساله بقى، احل بتوين البراكتس الاول. 16 بلس 4 ايكوال 20. 20 بلس 1 يعني 21. Find each sum in two different ways. Use parentheses to show which number you added first. هنا بيقول لي حل بطريقتين واستخدم البيرنتسيز يعني استخدم البراكتس عشان تبين انت هتحل ايه الاول. طبعا اول طريقه هقول ان انا هاخد ال 9 بلس 1 الاول تبقى 8 بلس 9 بلس 1 ايكوال 10 يعني 18. طب الطريقه الثانيه حد هيقول لي لا يا مستر 8 بلس 9 الاول بلس 1، بس دي طبعا الطريقه الاصعب لان انا هنا اختار 9 بلس 8 هيقعد يحسبها في دماغه هتطلع 17. بعد كده بلس 1 ايكوال 18. الاثنين طلعوا نفس الريزلت، بس الاسهل قلت لكم ان احنا بنحط البيرنتسيزس بتوين تو نمبر هيعملوا بلس بتاعهم هيكون 10 او 100 او 1000 حاجه تبقى سهله وانا بعمل بلس. طيب هنا يا مستر في لتر بي واحد هيقول لي ان هو هيستخدم البيرنتسيزس ويحط هنا 30 بلس 70 الاول. ليه؟ عشان يقول ان هي ب 100 بلس ال 15 تبقى 115. دي اسهل طريقه. ليه يا مستر؟ عشان انا استخدمت هنا الوانس بلس الوانس هيديني 0 والتنس بلس التنس هيديني برضو 10. طيب لو خدت بقى ال 15 بلس ال 70 يبقى هسيب ال 30 الاول وبقول بعد كده 70 بلس 15 هيديني ال 30 هتفضل زي ما هي 70 بلس 15 تطلع 85. وبعدين ابدا احل 5 بلس 0 ايكوال 5 و8 بلس 3 ايكوال 11. نفس الريزلت ده هو ده، بس طبعا دي كانت اسهل. طيب لتر سي حضرتك يا مستر هنستخدم البيرنتسيز ازاي؟ طيب انا ممكن استخدم الاسوسيتيف واستخدم الكوميوتيتيف مع بعض. ليه يا مستر؟ عشان انا اخد ال 11
احطها جنب ال 34. ده طريقة. يعني هاخد 11 بلس 34 بلس 26. انا كده استخدمت كوميوتيتيف، وبعدين حطيت بتوين براكت كده يبقى اسوسييتيف كمان. طب 11 بلس 34، 4 بلس 1 ايكوال 5، و3 بلس 1 ايكوال 4 بلس 26. طب 6 بلس 5 ايكوال 11، 1 وهكاري اب 1 احطه هنا فوق ال 2، 1 بلس 2 ايكوال 3 بلس 4 ايكوال 7. طيب حد تاني هيقول لي لا يا مستر انا على طول هحط بيرنتسيزس بالشكل ده. يبقى هشتغل على طول، هسيب ال 11 زي ما هي بلس، واقول 4 بلس 6 ايكوال 10، 0 هكاري اب 1، 1 بلس 3 ايكوال 4 بلس 2 ايكوال 6. طيب بقت 11 بلس 60. طب 11 بلس 60 يعني 71. دي هي نفس الريزلت دي. طب هنا هحط البيرنتسيز ازاي؟ بص يا حبايبي، انا هاخد ال 80 احطها جنب ال 220 اهو، 220 بلس 80 بلس 88 عشان احط بيرنتسيز هنا، ويبقى هنا السم 300 بلس 88 يعني 388. طب حد تاني يقول لي لا يا مستر انا هخليها 220 بلس 88 بلس 80، وهاخد الاتنين دول الاول مع بعض. طب هقول 220 هتفضل زي ما هي، وهعمل البلس ده، 0 بلس 8 ايكوال 8، و8 بلس 8 ايكوال 16، وبعدين اعمل بلس 8 بلس 0 ايكوال 8، 6 بلس 2 ايكوال 8، 1 بلس 2 ايكوال 3، 388. ده صح وده صح، دي طريقة صح ودي طريقة صح، بس الاسهل هي اللي تحت. اخر سؤال معانا النهارده بيقول لي put right for correct statement and wrong for incorrect one. letter A بيقول لي the subtraction is a commutative process. طبعا انا قلت ان كل البروبرتي not apply for subtraction، يعني subtraction ولا هو commutative ولا هو associative ولا ليه identity element، يبقى هنا الستيتمنت دي wrong. البروبرتي 395 بلس 0 equal 395 is called additive identity. ايوه رايت، اسمها additive identity. اول ما بلاقي الزيرو بقول ان هي additive identity. هنا بيقول لي the additive identity element او additive identity is ال1. لا انا قلت ال additive identity هو الزيرو، يبقى دي wrong. You can group addend in different ways and the sum will be the same. الجملة دي معناها ايه؟ انت تقدر تعمل جروب للآد او للبلس زي ما انت عايز، يعني 3 بلس 4 بلس 5 هي 4 بلس 3 بلس 5 بالشكل ده. انت بتعمل جروبنج في الحاجات اللي احنا بنعمل لها بلس باي شكل، والريزلت الناتج مش هيتغير، هيبقى ذا سيم. طبعا رايت، ما هي دي الاسوسييتيف بروبرتي. طب في لتر اي بيقول لي هل البلس ده الاثنين في الرايت هاند سايد وفي الليفت هاند سايد ار ايكوال؟ طيب نشوف النمبرز هتتغير ولا لا. هنا 3561 وهنا 3561. مهم جدا ان انت تراجع على النمبر عشان هو ممكن يكون مغيرهم وانت مش واخد بالك. وهنا 5600 وهنا 5600. هو مجرد بس عمل commutative property، يعني بدلهم مكان بعض تبقى رايت. طيب هنا في commutative بس مع السبتراكشن، طبعا السبتراكشن not commutative يبقى دي wrong. وبكده يا حبايبي نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهارده. اشوفكم على خير في الفيديو الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.